السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. النهارده انا جايبه لكم وصفه جديده هنعمل مع بعض ان شاء الله كبده بالرده بطريقه سهله وبسيطه جدا. يعني اللي هيشوفها يفتكرها اسكالوب، مش هيقول خالص ان ديت كبده بالرده. هنعمل كفر متماسك، هنعملها حلوه جدا مستويه في منتهى الجمال. بس ما تنسيش كده قبل اي حاجه تعملي لايك للفيديو. تمام. النهارده كده الوصفه بتاعتي حلوه وسهله وبسيطه وخفيفه جدا جدا. لكم ان تتخيلوها انا عملتها في بصوا ما خدتش مني وقت خالص. يعني مش لازم نضيع وقتنا كله في المطبخ، دي وصفه من الوصفات الحلوه، الوصفه المصريه الاصيله. بصي تحس ان هي حته اسكالوب فعلا. اول حاجه كده هنبدا الفيديو بتاعنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا هبدا اول حاجه اتبل الكبده بتاعتي بعصير الليمون. هبدا ان انا اعصر الليمون كده. انا جايبه مصفى بعصر فيها الليمون عشان مش عايزه البذر ينزل في قلب الكبده بتاعتي. فاحنا نبدا ان احنا نعصر الليمون كده واحده واحده. دي كده اول حاجه عصير الليمون، وده اساسي معايا يا جماعه. ما تنسوش بقى اللايك يا جماعه، انا عماله اقول لكم ما تنسوش اللايك اللايك اللايك. تمام، لان دايما بتتفرجوا على الفيديوهات وما بتعملوش لايك. دلوقتي كده انا خلصت عصير الليمون بتاعي. هبدا ان انا بص بوريكم هما طلعوا حبه كويسين. هبدا بعد كده ان انا انزل بالخل بتاعي. يعني اول حاجه في الوصفه بتاعتي عصير الليمون والخل. تمام. سهله وبسيطه سهله وبسيطه، حلو الكلام، كلام جميل. متنسوش يا جماعه بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تاني حاجه معانا كده هنبدا ننزل بكام فص توم عندي. والتوم دوت يا جماعه يديها ريحه وطعم حلوين جدا جدا. لو انت عايزه تستخدمي توم بودر براحتك، لكن انا بحب التوم الفريش بيبقى حلو جدا وطعمه حلو. وما تخافيش مش هيبقى لازق على الكبده ولا حاجه، لان بنفض حته الكبده كويس جدا وانا جايه اعملها. تمام. هبدأ التتبيلة بتاعتي بقى، احط كمون واحط كزبرة ناشفة واحط شطة واحط فلفل اسمر واحط حبة توم باودر. تمام. ابدا اقلب الخلطه بتاعتي كلها في قلب بعضها وانزل بالكبده بتاعتي. الكبده بتاعتي يا جماعه ما تنسيش تقولي للجزار انا عايزاها رقيقه جدا، لانها عشان تستوي معايا ويبقى طعمها حلو وتشرب من التتبيله. ومن مميزات الكبده بالرده ان هي ما بتقعدش في التتبيل كتير. يعني مجرد ما بتحطيها في التتبيله بتاعتك بتبداي انك انتي، يعني انا حطيتها في التتبيله وقلبتها كده وبدات ان انا عملتها في الكفر اللي انا هعملها فيه. يعني انا بقلبها زي ما انتم شايفين كده وبركنها على جنب بس لغايه ما اجهز الكفر اللي انا هشتغل بيه. بس ما تسيبهاش فتره طويله لان الكبده ما بتستحملش. يعني الناس اللي بتقولك بسيبها ساعه وبسيبها نص ساعه وبسيبها ساعتين، لا يا جماعه الكبده ما بتستحملش. الكبده بتشرب من التتبيله بسرعه. اهم حاجه انك انت تقلبيها كويس وتظبطي التتبيله بتاعتك وتظبطي الملح، هتطلع معاكي حلوه جدا. مش مستاهله انك انت تسيبيها في التتبيله كتير. تمام. هبدا احضر الكفر بتاعي بقى اللي انا هشتغل بيه. هي كبده بالرده، بس مش معنى كده ان هعملها برده بس يا جماعه، لا انا هعملها برده ودقيق. لان الدقيق ديت الماده اللي هتخلي الرده تمسك فيها كويس جدا، هيبقوا ماسكين في بعض حلو قوي قوي. بص انا بدات اهي عملتها قلبت الكبده والرده على بعض وحطيت نزلت بوحدات الكبده بتاعتي في قلب الرده وضغطت عليها كويس. وبعد كده هبدا ان انا اقليها. الجزء يا جماعه اللي انا كنت بحط فيه الكبده في الرده ده معلش اتحذف مني، بس انا طلعتها من التتبيله زي ما بنعمل حته البانيه كده، حطيتها في الرده مع الدقيق. وبعد كده هبدا اقليها كده واحده واحده معايا. النار تكون حاميه قوي، بعد كده ابدا اهدي النار عشان ما تستويش معايا بسرعه وتبقى لسه نيه، ان هي تتحمر وتبقى لسه نيه. بصوا شكلها طالعه عامله زي حته الاسكالوب ازاي. بجد يا جماعه وصفه سهله وبسيطه حلوه جدا جدا، طعمها في منتهى الجمال. يا رب تجربوها كده هتعجب اولادكم جدا. دي من الوصفات اللي انا بحبها جدا، من الاكلات المصريه الصميمه. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم يا رب، واقدر اقدم لكم كل جديد. بصوا انا بوريها لكم متماسكه حلوه جدا. طعمها في منتهى الجمال، بجد وصفه حلوه قوي 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 يا جماعه. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعك، ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكده الفيديو بتاعي خلص النهارده وانا فرحانه بالكبده كده. بصوا عماله اشيلها واوريها لكم ازاي، عامله زي حته السكالوب فعلا، وهي فعلا حته سكالوب. يعني بصوا شكلها حلو جدا. لو انت عازمه حد عندك مش هيعرف ان دي كبده الا لما يدوقها، او انت تقولي له. لكن قبل ما يدوقها هو يفتكر انك انت عامله اسكالوب. يا رب بقى اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم انا بجد مبسوطه وفرحانه بيكم جدا جدا. وببقى مبسوطه وانا بشترك معاكم في فيديو جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.